السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. أول ما نبتدي الكلام هنقول اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. بصراحة يا جماعة أنا الكلام اللي داير اللي انتوا سامعينه بيتقال عن الفضايح ورفع الستر عن الناس وخصوصا الولاية، حتى الكلام ده لو حقيقي أو مش حقيقي أكبر حرام. أكبر حرام يا جماعة إن حد يرفع الستر اللي ربنا بيستره على عباده، ده أكبر حرام. ولو كان كمال بالتبلي إن أنا أتبلى على حد بحاجة أو أفبرك له حاجة، أكبر حرام. أنا مش عارف الفلوس اللي بتغير النفوس دي، الفلوس دي بتسعر الناس ان هي تبقى عايزه تطلع على واحده ولية كلام مش فيها، او حتى لو لا قدر الله فيها. ده ربنا بينزل الستر، احنا نفضح ليه ونتكلم ليه؟ انا بصراحه متضايقه من المواضيع اللي بتحصل دي والموضوع اللي حصل على نرمين دي. انا بصراحه مستاء قوي ليه يعني، وكل الناس اللي بتطبل وكل الناس اللي بتعمل. اتقوا ربنا، اتقوا ربنا. يوم القيامه مفيش يعني كلمه من اللي قلتوها دي هتقعد لكم في الدنيا وفي الاخره. احنا ما يعلم بالناس الا ربنا سبحانه وتعالى، انما البنت كده يتقال عليها الكلام دوت. انا بصراحه متضايقه جدا جدا، وحرام ده كله. يعني يا جماعه انتوا ايه؟ ما مش عارفه اقول ايه عليكم والله. انا مش عايزه اغتاب حد، انا مش عايزه اشيل نفسي ذنوب، بس بصراحه متضايقه وزعلانه جدا جدا. ويعني صعبان عليا نرمين قوي الكلام اللي اتقال عليها وحرق دمها في البث بتاع امبارح دوت. يعني كان فاضل لها سنه والبنت تقع من طولها وهي حتى حامل. انا يعني انا مش بكره حد، انا بحب الكل، بس بصراحه الكلام لازم يعني حرام اللي اتقال. ليه؟ هتستفادي بايه لما تفضحي ولية زي ديت؟ الناس كلها بتتكلم وتقول يا عايزه تخليها تتطلق، يا عايزه تخليها يبقى شكلها وحش قصاد في بلدها قصاد اهله. يا جماعه كل حاجه بالفهم كده بتبان. بالفهم الواحد بيعرف ان كان البني ادم ده صادق او كذاب. عمر ما واحدة هتكلم حد على السوشيال ميديا، واحدة عاقلة متربية بنت ناس، وتقعد تتكلم حد وتقول الكلام ده. هي عارفة الدنيا بتتقلب في لحظة، هتعمل لنا عارفة ان ممكن لو قالت الكلام دوت ممكن الشخص ده شخص ما تعرفوش او حتى تعرفه، ان ممكن يتقلب عليها الكلام ده والكلام يطلع خصوصا ان في خلافات ما بين اشخاص. فازاي كده يعني؟ ما فيش واحدة عاقلة هتعمل كده والله. وربنا بيظهر الحقيقة، هيظهرها في الدنيا وفي الآخرة عاجلا غير آجلا، وكل حاجة هتبان. واللي خاض في أعراض البنات أو في الستات ده يا ويله في الدنيا وفي الآخرة. حتى لو ما عندوش بنات هيجيله في حاجات كتير. اتقوا ربنا في بنات الناس والولاية واللي بيطبلوا. اتقوا ربنا في نفسكم في ولايات. مش تتسعروا على الفلوس عشان خاطر تفضحوا الناس، مش تتسعروا على الفلوس وتفضحوا الناس بسبب الفلوس مش هتفيدكم بحاجة. انا مش عايزة اطول في الفيديو واخوض في كلام انا في غنى عنه. انا بوصل بس رسالة قهراني وتعباني، ان حرام خوض في اعراض الناس. انا عارفة ان مهما اتكلم مفيش حد، بس مش هقدر اقول غير لله الامر من قبل ومن بعد، وربنا مع كل مظلوم وعلى كل ظالم. وربنا معاكي يا نرمين ويا حاجة حلمية، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.